بيبدأ الفيلم بتاعنا بالدشاش، وبيبان قد ايه هو شخص واصل وقوي وعنده نفوذ وغني قوي. وفي أول مشهد بتجيله واحدة شغالة مع محامي كبير، بتبيع له قضية وبتخون المحامي اللي شغالة معاه علشان الدشاش، وبيديلها $5000 وبتكون مش مصدقة نفسها، وبتقوله إن المبلغ ده كبير قوي، وبتمشي من غير ما تستأذن. وبيتعصب عليها الدشاش إنها مشت وهو لسه مخلصش كلامه. وبنعرف إن الدشاش شخصيته قوية قوي من بداية الفيلم. بعدها بيتفرج على الكاميرات اللي عنده، وبنشوف وبنتعرف على شخصية ولع، وهي رقاصة بتكون عند الدشاش في الكازينو، وواحد بيحاول يلمسها وبتضربه بالقلم. بيشوف الدشاش الكلام ده في شاشة الكاميرات عنده، فبينزل من المكتب وبيروح لولع بسرعة وبيزعق لها عشان اللي هي عملته. وبنكتشف من كلامهم إن ولع دي كانت تعرف الدشاش من زمان وبتحاول تفكره بكده، بس بيقول لها لأ، احنا هنا أنا صاحب المكان وانت ولع الرقاصة. بعدها بتروح له المكتب وبتعمل له كأس، وبيعايرها الدشاش ويقول لها أنا اللي نظفتك وأنا اللي لميتك من الشوارع، وبتلومه وتقول له انت اتجوزت غيري ليه يا دشاش. وبيتعصب عليها لما بتجيب سيرة الجواز وبتجيب سيرة مراته، وبيقول لها ان مراته محترمة مش رقاصة بترقص لأي حد زيك كده. فبتقرر انها مش هتكمل شغل ولا هتنزل تاني الا لما يتجوزها زي ما وعدها قبل كده. فبيتعصب عليها وبيضربها وبيهددها وبيخليها تنزل الشغل تاني غصب عنها. بيروح الدشاش عند مدفن ابوه وبيلاقي رجالته قاعدين ومعاهم بنت غريبة اول مرة يشوفها. فبيتعصب عليهم الدشاش وبيقول لهم هي مين دي، فبيشرحوا له ان دي صفاء كانت متربية معاهم من صغرهم. فبيفتكرها الدشاش وبيسيبها. بيدخل الدشاش البيت وبنلاقي اخته موجودة، وبتروح تسلم عليه وبتديله هدية، والهدية دي بتكون محفظة عليها صورتهم هما الاتنين. وبيهزر معاها الدشاش ويقول لها المحفظة دي فاضية، انت عاوزاني املاها واديها لك ولا ايه؟ بعدها بتتكلم معاه وتقول له ان المعيد اللي في الجامعة بتاعتها جاي وعايز يقابله، وبتشرح له انه جاي عشان يتقدم لها. فبيقول لها ان هيديله ميعاد ويقابله، فبتفرح وبتنزل عشان تروح الجامعة. بعدها بيطلع الدشاش لمراته لبنى، وبنكتشف ان بينهم علاقة معقدة، وبتكون مراته عاوزة تتطلق والدشاش بياخدها على قد عقلها بس ما بيطلقهاش. وبنكتشف انها عاوزة تخلف من الدشاش بس هو رافض الفكرة تماما، وبتتهمه ان هو اللي قتل ابوها لانه شغله معاه في العمليات المشبوهة لحد ما دخل المستشفى ومات. وبيقول لها انه فاهم انها عاوزة تخلف منه علشان تجيب ولد ويورث كل املاكه. بيطلع الدشاش يتكلم في التليفون وبيلاقي صفاء واقفة بتغسل الهدوم، فبيقفل المكالمة اللي معاه وبيقعد يتفرج عليها. وبنبدأ نلاحظ ان الدشاش بدأ يعجب بصفاء. بيكون الدشاش هيركب عربيته ويخرج من البيت، فبيسمع صوت حد بيعيط. بيروح وبيلاقيها صفاء كانت نايمة وبتحلم، وبتقوم مفزوعة من النوم وبتقوله كده برضو انت كنت عاوز تقتلني في الحلم، بس بتقوله انت قبل ما كنت هتقتلني انت كنت متجوزني. وبتكون مبسوطة قوي ان هو كان متجوزها في الحلم، وبتكون عاوزة تكمل الحلم وتحكي للدشاش بس هو ما بيكونش فاضي. فبتقوله خلاص انا هجيب نمرتك وابعتهولك على الواتس. بيركب الدشاش عربيته، وهو في السكة بيجيله رسالة من رجالته بتقوله ان فهد وصل الكباريه. بيفتكر الدشاش فهد وان ده بيكون صاحبه من زمان، واختلفوا مع بعض وبقوا اعداء وبيعلموا على بعض في شغلهم. بيوصل الدشاش الكباريه وبيدخل لفهد، بيقعدوا يتكلموا، وفهد بيقوله انه جاي يصفي الحسابات القديمة اللي بينهم، وبيطلب من الدشاش انه يعدي اللي حصل وبلاش يكبروا المواضيع اكتر من كده. وبيقوله انا طالب الرضا، كفاية كده، انا مش عارف ابيع ولا اشتري، انا حالي واقف. والدشاش بيكون معلم عليه في عملية قبل كده وواخد منه الفلوس، وبكل بجاحة بيطلب منه البضاعة كمان علشان يسامحه. فهد بيتعصب ويقول له انت كاسر عيني ولا حاجة؟ فالدشاش هو كمان بيتعصب وبيبلطج عليه. فهد بيرد عليه ويقول له انا خلاص مش هشتغل معاك تاني وملناش شغل تاني مع بعض. وقبل ما بيمشي الدشاش بيقول له حاسب على القهوة اللي انت شربتها، وبيقول له ان سعرها 100,000 جنيه. وفعلا بيحاسب فهد وبيقول لرجالته تجهز له العربية. فبيرد عليه الدشاش بكل غرور انه اخد عربيته ومش موجودة بره، وبيقوله ابقى روح بأوبر. فهد بيتعصب اكتر وبيقول له انت خليت اللي جاي صعب،
فبيرد عليه الدشاش ده صعب عليك مش عليا أنا. بتيجي أخت الدشاش وبتقوله إن المعيد جاي النهاردة علشان يقابله، فبيقول لها إنه عارف وإنه قاعد في البيت النهاردة علشان كده. بيوصل معتز المعيد ومعاه أهله، وأول لما بيدخل البيت بنكتشف إن نظره ضعيف وما بيشوفش كويس. لما بيقعد ويتكلم بيوضح إن بعد الجواز هيعمل عملية ليزك ونظره هيتحسن. الدشاش بيقوله أنا كل اللي يهمني إن أختي تتجوز راجل. بعدها بيكمل كلامه الدشاش وبيتعصب وبيقول لهم إن ابنكم نصاب وحرامي وسرق رسالة الماجستير بتاعت صاحبه وخان دكتوره وسرب الامتحانات واتجوز واحدة أكبر منه ب30 سنة وهي اللي جابت له الشقة اللي معاه دي، وكمان بياخد النضارة اللي على عينيه وبيرميها وبيقول له انت نظرك ده 6/6 وبيطردهم من البيت. بعدها الدشاش بيدوخ وبيقع من طوله وبيروح على المستشفى وبيعلقوا له جهاز التنفس الصناعي وبيركبوا له أجهزة، وكله بيكون بره زعلان على الدشاش انه دخل المستشفى. والمعيد برضه بيجي عشان يطمن عليه، وكمان فهد بيجي عشان يطمن عليه وبيقول مهما كان بينا خلافات لازم اجي اطمن على صاحب عمري. بيفوق الدشاش وبيدخل للدكتور عوني وبيكون عاوز يمشي، بس الدكتور بيقول له انا اسف جدا مش هقدر اكتب لك على خروج دلوقتي خالص. الدشاش بيتعصب ويقول له انا ما باخدش اوامر من حد. فالدكتور بيرد عليه ويقول له انت صحتك مش كويس، انت جيت لي من 4 ايام وكنت فاقد للوعي وحالتك حرجة جدا وكنت في غيبوبة، وبيقول له انت عندك ورم خطير في المخ. فالدشاش بيجادله ويقول له لا انا كويس وما عنديش اي حاجة. فبيرد عليه الدكتور انت ايامك في الدنيا معدودة، وكان هيقول له فاضل له قد ايه ويموت، بس بيتعصب الدشاش انا مش عاوز اعرف اي حاجة. فالدكتور بيكتب له في ورقة فاضل له قد ايه ويموت وبيحطها له في جيبه وقال له عشان لو حبيت تعرف بص في الورقة دي بعدين. فبيخرج الدشاش من المستشفى وهو متأثر، ورجالته كلها بتكون بره ومراته وفهد واخته وصفاء وكله في المستشفى وبيحاولوا يكلموه يطمنوا عليه، بس ما بيردش على حد وبيخرج لوحده من المستشفى وباين قد ايه هو مكسور. بيروح الدشاش لجامع بيقعد هناك وبيدعي ربنا علشان يتوب عليه وبيعيط، وبيكون قاعد في الجامع ما بيمشيش منه ابدا. وبتجيله مديرة اعماله وبتقوله انت لازم ترجع الشغل عشان في اوراق مهمة لازم تشوفها وكمان تيجي تشوف اهلك واختك. فبيقول لها انت روحي دلوقتي، وبيرجع للجامعة تاني وبيتكلم مع الشيخ، والشيخ بيقول له يا ابني دي صلة الرحم لازم تشوفهم ويطمنوا عليك وتطمن عليهم، ولو ليهم حق عندك ادهولهم. وبيعرف من الورقة انه هيموت بعد 4 شهور، فبيقرر انه يوزع كل فلوسه على كل الناس اللي جنبه. واول حاجة بيعملها بيروح لولع الكباريه وبيكتب لها الكباريه كله باسمها. بعد كده بيروح لاخته وبيقول لها انه هيكتب لها الشركة، فبتعيط وبتقول له لا انا مش عاوزة الشركة انا عاوزاك جنبي. بيقول لها زمان انا كنت اقدر دلوقتي انا ما اقدرش. وبيكمل كلامه خلي بالك من نفسك وبيمشي. وبيطلع بعدها لمراته وبيقول لها انه بيحبها وكمان كتب الفيلا باسمها وحول لها فلوس على حسابها، وبرضه بتقوله انها مش عاوزة حاجة وعاوزاه هو اللي يبقى معاه، وبتطلب منه انه يفضل معاه، بس بيقول لها ان عاوز يموت في بيت ربنا وبيطلقها وبيمشي. بعد كده بيطلع لصفاء يتكلم معاها وبتقوله ألف سلام عليك وإنها بتدعيله عشان يخف ويقوم بالسلام. بعدها بيرجع للجامع وبيعمل أكل للناس الغلابة وبيقدمه ليهم كمان وبيوزع على الكل والناس بتدعيله. وبنلاحظ قد ايه الدشاش اتغير للأحسن ومشي في طريق ربنا. الشيخ بيشوفه وبيقوله يا ابني انت ما أكلتش حاجة من الصبح ووشك متغير، هو انت تعبان؟ فبيقول للشيخ انه اتبرع ووزع كل فلوسه على الخير، وبيسأله هو ربنا هيسامحني؟ الشيخ بيرد عليه ان ربنا غفور رحيم. بيمشي الدشاش شوية وبيغمى عليه فبيشيلوه بسرعة وبياخدوه على المستشفى. بعدها الدكتور بيدخل عليه بالأشعة وبيقول له ورم ايه اللي عندك؟ الأشعة سليمة وزي الفل. وبيقول له انت جالك هبوط من الكركديه اللي انت شربته وما أكلتش من الصبح. بيرد عليه الشيخ ويقول له يا ابني الورقة مكتوب فيها انك هتموت بعد 4 شهور، وبعدين يا ابني انت معانا بقالك اكتر من 4 شهور بكتير. بيعيط الدشاش من الفرحة وبياخد الأشعة من الدكتور وما بيكونش مصدق نفسه. بيرجع الدشاش للدكتور عوني وبيعمل أشعة جديدة تانية عنده وبيقول له الدكتور فعلا الأشعة اللي احنا عملناها متطابقة مع الأشعة اللي انت جايبها، وفعلا الورم اختفى
والدكتور بيقول له ده حاجة أول مرة أشوفها، ربنا عمل معاك معجزة إلهية، أو كان في غلط في الأشعة القديمة. بيتعصب الدشاش ويقول له أنت كنت بتشخص ولا أنت كنت بتنجي؟ وبيقول له أنت هتعيش. قال له هعيش إزاي؟ أنا خسرت كل فلوسي. وبيسيبه وبيمشي. بيروح الدشاش على البيت وبيلاقي لبنى في البيت ومعاها فهد. بيتعصب وبيسأل هو ده بيعمل إيه في بيتي؟ وبتدخل الجردات وفهد بيزعق لهم هو انتوا نايمين على ودانكوا ولا ايه؟ هو ده ازاي دخل هنا؟ لبنى بترد عليه ان الفيلا دي مكتوبة باسمها، وكمان هي اتجوزت فهد، وبيطردوه بره الفيلا. فبيقرر يروح الشركة بتاعته اللي كتبها باسم اخته. بيلاقيها اتجوزت المعيد اللي اسمه معتز، وكمان كتبت له الشركة باسمه. وبيتصدم لما بيسمع الكلام ده، واخته بترد عليه وتزعق له انت خلتني اكرهك وذلتني عشان تديني ميراثي، وانا هطلع احسن منك وهخلي معتز يوافق انه يشغلك هنا تاني. وبتروح تديله فلوس. فبيطلع المحفظة اللي عليها صورتهم اللي اديتها له في اول الفيلم، وبيقول لها فاكرة دي؟ وبيحط لها فيها الفلوس دي وبيرميها وبيمشي. بعدها بيطلع على الكباريه والجردات ما بترضاش تدخله، وبتقول له لازم نستأذن صاحبة المكان الست ولع. وبيكون الجردات عارفينه وبرضه قالوا له لازم نستأذن قبل ما تدخل. وبيرنوا على ولعة ويقولوا لها ان الدشاش بره وعايز يدخل، بس بترد عليهم وتقول لهم انها ما تعرفش حد بالاسم ده. فبيتخانق الدشاش معاهم وبيزعق، فبياخدوه على بره وبيرموه على الارض. فبتطلع ولعة وتقول له امشي يا دشاش من هنا. فبيرجع الدشاش بيته القديم مع صفاء ورجالته اللي كانوا معاه من صغره، وكلهم بيكونوا فرحانين بيه انه هيعيش. فبيتعصب ويقول ازاي انا هعيش من غير فلوسي؟ وبتقول له صفاء اللي راح خلاص. فبيتعصب ويقول مش الدشاش اللي يتقال له اللي راح، مش الدشاش اللي يتحط له حسنة في ايديه من اخته الصغيرة، ومش الدشاش اللي يتهت من صبيانه وجرداته وصاحبه يخونه وياخد بيته. بس انا هقف على رجل تاني من غير ما اسند على حد، وكل قرش اديته لهم هرجعه تاني. بيروح لرجالته اللي كانوا شغالين معاه وبيقولوا له انهم مش محتاجينه معاهم تاني وانهم واقفين على رجليهم. فبيعرضوا عليه عملية صعبة ومستحيلة، بضاعة متراقبة من الحكومة، لو عرف يخرجها هياخد نسبته، ولو اتمسك ملهوش دعوة بيهم. وبيوافق الدشاش يعمل العملية دي. بعدها بيروح يبيعهم للراجل الكبير وبيبيع العملية، كمان بيكون مسجل لهم على التليفون. الرجالة دي بتروح لفهد ويقولوا له انه يطمن، كلها يومين والبضاعة هتكون عنده. بيتعصب عليهم ويقول لهم البضاعة ضاعت. قالوا له ازاي؟ احنا كنا بنراقب الدشاش. فبيعرف وبيكتشف ان هم اتعاملوا مع الدشاش، وبيقول لهم ازاي ما بلغتونيش قبل ما تتعاملوا معاه. بيتعصب ويقول لهم انا بضاعتي ترجع لي وخلصوا على الدشاش، ولو ما حصلش هخليكم تتمنوا الموت. الدشاش بيكون سايق عربيته وبيلاحظ ان في حد بيراقبه وعربية ماشية وراه. فبيروح لمكان ما فيهوش حد وبينزل من عربيته وبيجوا وراه وبينزلوا يرفعوا عليه السلاح ويسألوه البضاعة فين. فبيضحك ويقول لهم بضاعة ايه؟ وبيطلع ده كمين من الدشاش عامله ليهم، ورجالة الدشاش بتطلع وتثبتهم. الدشاش بيكون هيدفنهم وهم صحيين، بس مليجي بيرد عليه ويقول له انا هقول لك سر كبير بس ما تموتناش. فبيقول له سر ايه ياض؟ بيرد عليه كلهم وهموك يا باشا انك مريض علشان ياخدوا فلوسك. فبيتعصب وبيسأل هما مين دول اللي وهموني؟ بيرد عليه كل اللي حواليك وهموك وخانوك، وكل حاجة انت كنت بتشربها من مراتك او اختك او من ولعة كانوا بيحطوا لك تركيبة علشان تخليك تتعب وتغيب عن الوعي. نظرة الانتقام بتكون في عيون الدشاش من كل اللي اذوه، وبيقرر ينتقم وبياخد رجالته وبيطلع على الكباريه وبيخلصوا على الجردات اللي فيه وبيتخانقوا معاهم. وبيطلع لولع بياخد منها كل الذهب اللي هي لابساه، وكمان بيمضيها على عقد بيع الكباريه والشقة اللي هي قاعدة فيها، وبيسألها على التركيبة وبتتخض لما بتعرف انه اكتشف كل حاجة. وبياخد منها التركيبة وبيقول لها لو قلتيلي على كل حاجة انا هسيبك تمشي على رجلك. وبتقول له ان الدكتور عوني هو صاحب الفكرة دي عشان هو كان ليه فلوس عنده وكان عاوزها، وكلهم اتفقوا مع عوني عشان يحطوا التركيبة دي في اي مشروب للدشاش، وكمان يزودوا له الجرعة لحد ما يغمى عليه. وكمان مديرة اعماله لعبت معاهم وهي اللي اقنعته يوزع الفلوس بتاعته، وكمان هي اللي عملت فكرة شهادة وفاته وجابوا جثة وحطوها مكانه. وكده انت قصاد الحكومة ميت. بتخلص كلامها والدشاش بيقول لها امشي يا ولع، وبتعجبه قصة شهادة وفاته اللي هم عملوها دي. بتكون العصابة كلها قاعدة مع بعض وبيرنوا على شعبان ومليجي اللي الدشاش كان ماسكهم وما بيعرفوش يوصلوا له.
أو يوصلوا لولع. فهد بيقول لهم كده يبقى الدشاش خلص عليهم وكشف اللعبة. فهد بيقرر إن الدشاش لازم يموت. أخته بتعارض في الأول بس بيقنعوها وبتوافق عادي. فهد بيقرر إن هو اللي هيقتله، وكده كده هو بالنسبة للحكومة ميت. بيروح الدشاش للدكتور عوني، والدشاش بيعمل له كوباية قهوة، والدشاش بيعرفه إنه كشف اللعبة اللي هو عاملها عليه، وبيقول له اوعى تخاف لأن أنت كده كده ميت، وبيقول له إنه حط له سم في القهوة اللي عملها له. عوني بيقول له أنا ما كنتش عاوز أموتك، هما اللي أجبروني أعمل كده. والدشاش بيكون بيسجله وبيهدده إنه لو ما مضاش على كل حاجة يمتلكها هيسيبه يموت. بيمضي الدكتور عوني وبيسيبه الدشاش وبيمشي، والدكتور بيكون بيتألم وبيصرخ من الوجع. الدشاش بيقول له اهدى كده، ده دول المغص، ادخل الحمام وهتبقى كويس، وبيمشي. وبيروح الدشاش لقوت مديرة أعماله وبيدفنها في الصحراء، بس بتقوله إنها هتقول على كل حاجة، وبتعترف إن معتز جوز أخته هو اللي خطط لكل حاجة وهيهرب بره البلد. وقود بتساعد الدشاش وبتكلم معتز عشان تبعت له سيدة أعمال كبيرة عشان ينصب عليها، وفعلا بتروح تقابل معتز، والدشاش بيكون بيصور ويسجل كل حاجة، والست دي بيكون معاها فلاش بتديها المعتز عشان يشوف بنود العقد، وبيهكروا اللابتوب بتاعه. بعدها بتديله عقد الشراكة اللي بينهم وبيمضي عليه من غير ما ياخد باله، ومعتز بيقعد يعاكسها ويقول لها انه مش متجوز. الدشاش بيدخل وبيقول لرجالته ترميه بره الشركة لانه مضى على عقد البيع بتاع الشركة من شوية من غير ما ياخد باله. بيروح الدشاش للفيلا عند فهد وبيفتح الخزنة وبياخد كل المستندات، وبيروح للراجل الكبير بيديله مستندات آخر عملية تهريب بتاعت فهد، وبيبعت الدشاش الفيديو بتاع معتز لأخته وكمان صور متصورها مع بنات كتير لقاهم على اللابتوب اللي هم هكروه. وبيوصل الدشاش وبيدخل لأخته وبتعيط، فبياخدها في حضنه وبيقول لها انه رجع الشركة باسمها تاني، وبتقعد تعيط وبتتأسف له، وبيقول لها هو في أخ بيزعل من أخته برضه. بيروح الدشاش ورجالته لفهد. فهد بيقول له لم رجالتك يا دشاش بدل ما اضربكم بالنار. بيرد عليه تضرب مين بالنار؟ وبيت مين اللي اخرج منه؟ ده بيتي. انا نسيت اقولك انك مضيت على عقد بيع البيت وانت بتخلص اخر صفقة ليك. وبيفضح فهد قدام لبنى مراته وبيقول له انت عرفت مراتك ان الممنوعات اللي انت بتدخلها بتدخل باسمها عن طريق شركتها؟ لبنى بتتخض وبتقول له ممنوعات ايه؟ وبيفضحهم قدام بعض وبيضرب فهد وبيقول له انا نسيت اقولك ان اخر عملية تهريب ليك انت ولبنى مستنداتها مع الحكومة. وفعلا الحكومة بتيجي وبتقبض عليهم. وقبل ما فهد بيمشي الدشاش بيقول له انا عاوز اشكرك على حاجة، انا عاوز اشكرك على شهادة وفاتي. وبيقول له ان جده وهو صغير طلع له شهادة ميلاد باسم الدشاش، وده مش اسمه الحقيقي لان اسمه الحقيقي مش الدشاش، وجده كان مسميه بدير، ده الاسم الحقيقي بتاعه، وكان مطلع له شهادة ميلاد باسم الدشاش. وجده قال له اسم بدير اللي امك سميتهولك اعتبره توأمك وانساه خالص. بعدها بياخد صفاء وبيطلع على البنك باسمه الحقيقي بدير ابراهيم الدشاش علشان يصرف وثيقة التأمين اللي معمولة على حياة الدشاش، وهو كان معاه شهادة وفاته اللي فهد عملها. وبيصرف وثيقة التأمين من البنك ب250 مليون دولار. وبيخلص الفيلم على كده وبس. انا كده خلصت. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في القناة وشير الفيديو لاصحابك وصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكده انا خلصت وبس. سلام.